عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ احنا جايين النهارده بنناقش قضية. الناس اللي بنلاقيها في الشارع، الناس اللي مش عارفة اهاليها فين ومش لاقية مكان تروحوا ولا مأوى. في هنا حالة. يا رب صوتنا يتسمع للناس كلها والناس المسؤولة، انه نعرف نوصل لها. احنا مش عارفين، هما بيقولوا لك دلوقتي احنا اتصلنا بناس كتير. انا بس عايزة اوريكم المكان. احنا هنا في كفر مناقر. طبعا هنا ده المعهد الديني، وده طبعا هنا العصمي زي ما انتم شايفين كده اهو. ده العصمي وده هو المعهد الديني زي ما انتم شايفين. تعالوا معايا هنا بقى كده، احنا داخلين اهو المكان. بصوا هنا كده احنا داخلين البيت اللي هو الست اللي هم لقوها واهتموا بيها، هو ده البيت. تعالوا معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ طب خليني جوه بقى لغايه ما اطلع بالصوره. تمام. طب اقعدي طيب يا هبه. تمام. انت اسمك هبه؟ اسمك هبه؟ طب اقعدي يا حبيبتي. طب اقعدي. طب انت عايزه ايه؟ عايزه كروش. هنجيب لك. حاضر. طب اقعدي طيب. عشان لسه جايبه لك دلوقتي. اقعدي. عشان لسه جايبه لك كروش. طب انت اسمك ايه؟ عايزه انت اسمك ايه؟ عايزه انت اسمك ايه طيب؟ عايزه اكل وشرب. حاضر عينيا. عليا هجيب لك اكل وشرب. عايزه ايه تاني؟ لو سمحت يا ام محمد، شفتوها ازاي وتعرفتوا عليها ازاي؟ اللي شافتها حضرتك اللي شافتها انا جيت من الشغل. لقيت الشغل. والدتي لقيت والدتي لقيتها في الشارع. هي كانت بقالها كام يوم بره قاعده في الشارع متبهدله. ماشي. كانت حالتها كان صعبه عن كده. مم. فهي والدتي خرجت تجيب حاجه لقيتها في الشارع والناس مهمومه عليها. ثابت عليها جابتها. هي ما كانتش بتقوم. كانتش بتقوم؟ لا ما كانتش بتقف حتى على رجليها. بقول لك كانت بتسحب. في رجاله شالوها ومشكورا ليهم جابوها لها لحد هنا. انا هقول لك لا، احنا قلقنا منها في الاول وبقيت اقول له اخرجيها بره، احنا ما نعرفش تيجي منين ولا. كنتوا خايفين في الاول منها؟ فريحتها كانت صعبه جدا يعني. لا يعني حاجه كده ما لا تطاق. ريحه صعبه. فوالدتي صممت عايزاها وقالت لك لا مش هسيبها. قلت لها ماشي. حميناها وغيرنا لها وعملنا لها اللازم. ماشي. تمام. كمان ما تخشش الحمام. ما بتخشش الحمام؟ لا. تمام. وبتقول برضو متقطع كلام. حضرتك فكرنا في حكايه الكتابه اللي هي ما كانتش بتتكلم. ما كانتش بتتكلم؟ لا كانت بص لك وتسكت. ما كانتش بتتكلم. ما عرفتوش هي وصلت للحاله دي يعني؟ لا، حاولنا نقول لها، حاولنا نسالها. طب هي طيب عمل ليه؟ فيكي كده؟ هي كده انها بتتذكر حاجه بتقول في حاجه بتتذكرها بتبكي. وبعدين معلش في لفظ وانا بغرق في اثار ضرب. اثار ضرب؟ يعني في تعذيب؟ وطبعا استاذ محمد مشكورا لما شاف اللايف اللي احنا رفعناه، بس كانت صعبه نشيل ونحط. وهي مين؟ استاذ محمد جميل. استاذ محمد جميل. الاعلامي المعروف. تمام. فلما شاف اللايف ما كانتش كنا بنشيلها تي في ده. وانا والدتي ست كبيره زي ما انت شايفه كده. لا بتقدر تشيل ولا بتقدر تحط. فانا طولت امرها. توليتي امرها؟ تشطيف، غيارات، لبس كده. كتر خيرك بصراحه. الناس اللي جنبنا صراحه، الجماعه اللي جنبنا جابوا هدوء، جابوا لها اكل كل يوم. حاضر انا مش خايفه. اتكلم على مهلي. حاضر انا بتكلم على مهلي. لما تيجي ندربي ماشي. جابت طبعا بتجيب لها اكل، بتجيب لها تيجي طبعا. حاولنا نجيب منها اي كلام. كلام مش يعني ده كله متقطع. ماشي. فانا فكرت في حكايه الكتابه. انا اصلا هي بتقول انا دكتوره. بتقول انا دكتوره؟ خريجه جامعه 6 اكتوبر، دكتوره صيدلانيه. طيب بالنسبه للكلام اللي هي كاتباه، عايزه بس اوريه بس قدام الكاميرا. يعني خطها مش خط واحده عاديه. مش خط واحده عاديه. تكتب بالانجليزي فعلا يعني. بصوا
بصوا انا عايزه بس اوري الساده المشاهدين الكلام. بصوا يعني الكلام، بصوا الرحمه يا ربي ارجوك. اول مره ادخل في حد الرحمه هي هنا وانت مالك. في كلام كتير. لبنى، ايوه احمد، في حد يعني دكتوره عبد الرازق، هي اسمها دكتوره عبد الرازق، هبه عبد الرازق. في حد في حياتها كان اسمها لورا، ورده وجميله اسامي كتير يعني. ارجوكم اللي يتعرف عليها من خلال اللايف يقول مين هي، او اي حد يتواصل. احنا هنكمل طبعا مع الحاجه الكلام. انا بس حبيت اوريكم الكراسه اللي هي كاتبه فيها. كملي، وانا اسفه ان انا قطعت حضرتك، بس لا. انا عشان كنت بس عايزه اوريهم الكراسه. لا ماشي تمام. فبقينا نقول يا جماعه حد بس يتولى امرها ياخدها. اتصلتوا بزهرة مصر؟ انا كنت كتير. سامعه ان انتوا اتصلتوا بزهرة مصر. كتير. زهرة مصر ردت عليكم وقالوا لكم ايه؟ ما ردتش حضرتك، يا اما ما يردوش يا اما يكلموا. بس ما ردوش لا باه ولا بلا. ماشي. وجماعه هنا بعتوا لهم برضه ريكوردات بصوتهم. تمام. يا مدام معانا حاله كانت بتقلع في الشارع خالص. كانت بتقلع هدومها في الشارع. ماشي. فبقينا نقول يا جماعه حد ست كبيره وانا بشتغل وبروح شغلي. دي مين اللي هيتولى امرها؟ يعني مش عارفه. مش عارفه مين اللي هيتولى امرها. لا، وبالنسبه ليكم انتوا مش هتقدروا برضو يعني حاله زي دي صعبه، مش هتقدروا تتحملوا. وعمرنا ما هنرميها في الشارع. كتر، لا بصراحه كتر خيركم. خدناها من الشارع وعمرنا ما هنرميها للشارع تاني. لا، هو ان شاء الله صوتنا هيوصل للمسؤولين. بجد يا جماعه، اللي يشوفوا حاله مدام هبه ولا انسه هبه، احنا مش عارفين نوصل لاسمها. والناس دي مشكوره جدا وحالتهم على قدهم، يعني ناس يعني بصوا على قد حالتهم ما هي غلبانه بصراحه. كويس ان هم خدوا ناس يعني خدوها وتولوا حالتها والكلام ده كله، ما رموهاش في الشارع. في ناس بتكبر دماغها، في ناس بتكبر دماغها وتقول لك انا مالي. فيعني بصراحه الرحمه من عند ربنا بجد، الرحمه. وارجوكم عايزين نتواصل مع حد من الكبار المسؤولين ان احنا حد يجي ياخدها في رعايه. اي ورق ولا اي معهاش اي حاجه تثبت، مفيش اي حاجه تثبت اي حاجه من شخصيتها. ما لقيناش. فطبعا احنا بنسمع كتير في الاعلام وبنسمع كتير ان في حالات زي دي ناس بتاخدها الرعايه والكلام ده. طب فين لما هم الناس يكونوا اتصلوا بيهم كذا مره ومحدش بيرد عليهم؟ فين الاعلام؟ فين الناس اللي هي بتاعت الرعايه؟ فين الناس اللي بتاخد الحالات ديت؟ المفروض احنا يعني صوتنا يوصل. يا ريت اللي يسمع الفيديو بتاعي يسمع الفيديوهات بتاعتهم يشيروا، كله يشير يا جماعه. حاله زي ديت حرام. والناس مشكوره جدا ان هم استقبلوها وخدوها، وبتقول لك حالتها دي ما كانتش جايه بالمنظر ده، كانت جايه بتزحف يعني ما كانش في اثر تعذيب في رجليها. انتوا كنتوا مورين. بصي بقى ده واحد الاستاذ محمد ماشي. ده خف، ده كده خفت. بصوا هنا رجليها كده، بصوا كده رجليها. بيقولوا ديت اثار ده تعذيب، ده سكر يعني. احنا لقينا عندها سكر. ماشي يعني. بس جرح التعذيب كأن بصي جايبه حد ضربه حد بسلك مجوز، فهو عامل اثار في صدرها. هنا هنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وتقريبا في ظهرها يعني في اثار تعذيب. في اثار ضرب تعذيب في جسمها. لكن ما قدرتوش تتوصلوا معاها، ما عرفتوش. هي متعذبه. بصي ده حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دي كانت متكتفه. بصوا يا جماعه. ايوه دي انا استنتجت. بصوا يا جماعه دي ايوه دي هي كانت مربوطه. هي كانت مربوطه في مكان بصوا هنا كده. ايوه فهو متكتفه. كان اثار تكتيف. صح دي كده. كانت مربوطه في حاجه. انا جيت استنتجت قدامها قالت لي انت كلامك صح. هي اللي قالت لك انت كلامك صح. يعني في حاجات بترد عليكي، في حاجات فيها كلام بترد عليكي فيه. بترد ساعات ولا تسكت. او لا قلت لها يا بنتي كان حد ربطك؟ انت كنتي مربوطه في حاجه وربطوكي وما ضربوكي وتعذبتي انت. طب حد عمل في ومتهيألي تقريبا، ما انا مستنتجه من اسلوبها واللي هي بتعمله ان هي ولادها حد عمل فيهم حاجه قدامها. هي اللي ده استنتاج من حضرتك. لكن هي واخده صدمه. هي مش كانتش كده. هي كانت دكتوره صيدليه بتكتب بالانجليزي. يعني انت حد ناضج وعارف. وبعدين صيدليه هي احنا ما نعرفش يا بنتي. برضه هي اللي كلامها، هي اللي بتقول برضه. دي من كلامها هي. هبه ما تتكلمي.
بصي يا هبه ايه اللي حصل لك؟ طيب انت اسمك هبه فعلا؟ انت اسمك هبه؟ طب انت في حد مهددك؟ زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين حالتها، احنا مش عارفين ناخد منها اي كلام، مش عارفين ناخد منها اي استنتاج، بس طبعا الجيران هم اللي عشان اتوصلوا. بس يعني انا طالبه ان حد يتولاها وياخدها، لان احنا مش هنقدر عليها، والدتي ست كبيره مش هنقدر على خدمتها. انا عايزه بس وأنا اوريكم برضو والدتها بصوا فعلا. ازيك يا حاجه عامله ايه؟ يعني بصوا فعلا هي دي الحاجه ست كبيره مش هتقدر فعلا تعمل معاها اي حاجه، وهم قاعدينها عندها. وبعدين انتوا عارفين الخدمه طبعا صعبه في الحالات اللي زي دي، وهي معاها اطفال ومعاها برضو جوزها ومعاها عيالها، مش هتقدر تدخل حمام وتخرج من، ما بتخشش كمان الحمام. يعني ده الشبشب اللي هي جايه بيه؟ جايه بيه. طبعا يا جماعه هي ما بتخشش الحمام. في ناس مشكوره جدا جابوا لها الحفاضات اللي هي بتاعت الناس الكبيره. فطبعا حالتها انا عايزه اوصل لكم ان حالتها متدهوره جدا. يعني معلش النهارده محدش هيقدر على الخدمه دي، مش يعني صعبه جدا. احنا بنتكلم في ان هي حالتها صعبه، فبنناشد حد من المسؤولين بجد ان يجي ياخد يستلم الحاله دي مننا. في اي حاجه تاني؟ هي الحاجه عندها 70 سنه ومعاشها دي حد من الجيران برضو المشهور اللي هم كلها اللي عاشت معاهم التجربه. الحاجه عندها 70 سنه ومعاشها بسيط جدا. هي اتكفلتها بكل حاجه، يعني هي شافتها في الشارع قلعه هدومها، ربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب. ربنا يسترها في الدنيا وفي الاخره يا رب. بس كظروف اقتصاديه ومعاش بجانب الجهد، يعني هي بتاخد جهد غير طبيعي، جهد غير طبيعي. يعني لها بس انا معاش صغير تسلم يا حاجه. فالظروف يعني ما اقدرش انتوا شايفين طبعا، انتوا شايفين الحاله اللي هم فيها فعلا حاله يعني. هي قعدت قبل كده هنا عند المضيافه هنا وصوروها ومحطوط جنبها اطباق في الشارع، فسبحان من جابها هنا والحاجه اتمسكت بيها ودخلتها، بس مجهود غير عادي ولوحدها. يعني ما ولادها اللي قاعدين من الشغل ومش عارفين لا يبصوا لحالهم، اللي اتقلع واللي اتلبس واللي اتاكل لا مجهود عليهم جامد. وبعدين هي ما بتتكلمش، يعني ممكن تتكلم كلمه وبعقل جدا جدا جدا، وممكن بعد كده ما تلاقيش كلام خالص، بتضيع تاني، ما بتبقاش معاك خالص ومش قادره تركز وتعيط، واللي يعمل لها خدمه عايزه تبوس ايده باي طريقه. يعني هي يعني هي حاسه باللي انتوا بتعملوه معاها جدا، مش حاسه، لا هي حاسه. اولا هي بنت ناس جدا جدا في التعامل بتاعها، التعامل معاها لو سمحتي ما بتقولكيش عايزه ولا تزعل. لو لقت اطفال جنبها تاكل الطفل قبلها. بقول لك ايه لو سمحتي ممكن تساعديني؟ عينيا. تطلبي ايه يا هبه؟ طيب عايزه ايه؟ اساعدك بايه؟ عايزاني اساعدك بايه؟ عايزاني اساعدك بايه؟ وبتعيط كتير، بتعيط كتير وتوجع قلبنا. عايزه ايه؟ قولي اللي انت عايزاه انا هنفذه لك. قولي انت عايزه ايه؟ طلباتك ايه؟ طلباتك ايه؟ ها طلباتك. طيب قولي انت عايزه ايه؟ انا هاجي اقعد جنبك. عايزه ايه؟ ما تعيطيش. انت عايزه ايه؟ بس بتطبطب على اي حد يكلمها، اي حد وبعدين الحاجه لو جت تعبت ولا قدر الله هتعمل معاها ايه؟ هترجع في الشارع تاني؟ انت عايزه ايه مني؟ عايزه مني ايه؟ عايزه ايه؟ تروحي فين؟ عايزه تروحي فين؟ تروحي فين بقى؟ عايزه تروحي فين وانا هوديكي لحد من المكان اللي انت عايزه تروحيه. في حد من اهلك انت عارفاه اسمه؟ طب رقم تليفون؟ هي دايما بتقول اسم عمرو اخوها. عمرو حاولنا شويه تقول جوزها. حاولنا عمرو ده اخوكي؟ هي بتذكر عمرو مش عارفين بتذكر عمرو. رقم تليفون مش عارفاه؟ اما عمرو ده اللي اسمه بتبكيه جامد قوي. بتحبيه عمرو؟ بحبه جدا بتحبيه؟ جدا. هو ده اللي كان حنين عليكي؟ هي بتتكلم عنه. هي هبه؟
هو عمرو ده اللي كان حنين عليكي؟ يا رب النجدة ماليش ايه؟ هو ده اللي كان حنين دايما عليكي. تقول يا رب النجدة. طب جوزك اللي عمل فيكي كده ما تخافيش، هما مش هيقدروا يجوا يمتك تاني، انت خلاص بقيتي معانا. هي بقيتي عارفة من حاجة بس احنا مش عارفة ايه. بصي انت بقيتي هنا، انت بقيتي في حمايتنا هنا. انت مش انت عارفه انت متعلمه، بيقولوا ان انت متعلمه صح؟ طب اسمعيني طيب يا هبه، بطلي عياط. بصي انت عارفه ان احنا الشعب المصري طيب جدا صح؟ وعارفه ان محدش هيقدر يجي هنا، الناس كلها حواليكي محدش هيقدر يجي ياخدك. لو انت مش عايزه تروحي هناك عندهم، بصي يا هبه. البسي الشبشب تاني الاول. حاضر استني. لا استني. طب البسي الشبشب. طب البسي الشبشب، ماشي البسي. البسي يلا. دايما بتذكر ربنا كتير جدا جدا. يا رب يسعدك. يا رب ماليش غيرك. ان شاء الله ربنا هيساعدها، وان شاء الله ربنا هيوصلها لاخوها عمرو ده ان شاء الله. يعني ان شاء الله. بصي طب قولي، طب انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه؟ هي بتقول انا هبه عبد الرازق دكتورة صيدلانية. هل مش هت ايه؟ مش هتسيبي ايه؟ مش هتسيبي ايه؟ هبه ودايما هبة. بتذكر اسم طفلين وتقول في الجنة. في الجنة. كتبت كده هم ايوه، وقالت في الجنة. انا كاتباهم ما كاتباهم؟ يبقى هم دول ولادها يعني. انا استنتجت بقول احنا عمالين لحضرتك نستنتج من الكلام يعني طريقة من كلامها. كان لها طفلين هي ما كانتش تتكلم، قلت لها تكتبي. كويس ان انت جت في دماغك ان موضوع بقت الكتابه تمسك ده. كراسة بقى وتكتب، وهي اللي بقت تكتب الكلمات. طب ممكن انا كده يمكن بتكتبي يا هبه؟ لا يا شاطر جميل جدا. شاطره يا هبه، اكتبي كده يا هبه. وبرده رقم تليفون يا هبة. الزمن وقف، الزمن. ايه؟ بصي كاتبه ايه؟ بتقولي ايه يا هبه؟ بابا ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طب خدي كده اكتبي كده قدامي كده، ممكن تكتبي كده اي حاجه. بتعرفي تكتبي رقم تليفون يا هبه؟ تعرفي تكتبي رقم تليفون؟ بتعرفي تكتبي رقم تليفون؟ رقمك عشان ارن عليك. طب اسم ولادك تكتبيهم؟ تكتبي اسم ولادك، اسمهم ايه ولادك؟ اسم ولادك ايه؟ طب تمام. اكتبي كده يا هبه، اكتبي. استغفر الله العظيم كل زمان وزمان. مش قادره تكتبي؟ لا بتفكر. طب اكتبي لي رقم تليفون كده يا هبه، اي رقم تليفون كده يجي في دماغك. اغير لك الصفحه، نجيب لك صفحه جديده. استنى ماشي. يلا اكتبي كده رقم تليفون. في ريحه نعناع. طب اكتبي اسم. انت بتحبي البنات؟ بنتك اسمها ايه يا هبه؟ بنتك اسمها ايه يا هبه؟ اكتبي اسم ولادك. لما بيجي اسم ولادها عندها بصي كده، بنلاقيها تزعل وتسكت. بصوا الخط بتاعها. عايزه تقولي ايه؟ عايزه تقولي ايه؟ عايزه تقولي ايه؟ قولي. اكتبي اللي انت عايزه تقوليه. اكتبي اللي انت عايزه تقوليه. طيب في اي اضافات، اي كلام، في اي حاجه حصلت، في حد بيتواصل معاكم؟ الأستاذ محمد. الاستاذ محمد اللي تواصل معانا. استاذ محمد استاذ محمد ده الاعلام. العلاج بصراحة. جالنا وخدها وكشف عليها وداها مشكوره وجاب لها العلاج. مش مقصر صراحه. طب اتواصلتوا معاه قال لكم ايه؟ طيب هيعمل ايه او هو بيحاول يكون هو مسؤولين. امبارح بيطمن عليها برضه امبارح. وجيت جيت طمن وحاول ياخد منها اي معلومه برضه. بس احنا عايزين دار، عايزين دار. عايزين دار. ايوه عايزين دار. دي اهم حاجه عشان الحاجه بس وسنها وظروفها كل حاجه. ما يقدروش عليها واحد او اتنين. هي زي الطفله الصغيره محتاجه كل شيء. انتوا كأنكم بتتعاملوا مع طفل صغير لسه.
يعني بجد هي محتاجه رعايه، محتاجه رعايه. طبعا يا جماعه انتوا عارفين الحالات اللي زي دي بتبقى عايزه مجهود كبير جدا، وهم يعني ناس شغاله معلش، وناس بتقوم الصبح على شغلها وعلى لقمه عيشها، فدلوقتي هي قاعده مع ست مسنه كبيره ومعاشها على قدها. ف يعني حرام لما يكون صوت الناس دي كلها ما وصلكوش. فين الرعايه يعني انا مش عارفه. انا بعت لهم للوزاره على الرقم بتاعهم، وقعدوا نص ساعه يتواصلوا معايا، رقم بطاقتك ايه والاسم ايه، مناقب بالكاف ولا بالكاف، يجي نص ساعه ياخدوا مني بيانات. معامله طبعا مفيش. وشكرا يا فندم، وجيت اكح يقولوا لي الف سلامه وهنتصل بحضرتك. رجعت اتصل بيهم تاني نفس الموال ومحدش سال. مفيش حد ماشي. يعني يا ريت ظهرت بنا انا عارفه برضه ان عليهم برضه ضغط والاستاذ محمد وحيد لازم مؤسسه من دول، لان دي برضه مش بنت شارع، دي مش بنت شارع وحتى يا حاجه لو بنت شارع، الناس اللي زي دي هنعمل فيها ايه؟ الناس اللي زي دي حتى لو بنت شارع هنفرق؟ احنا مش هينفع نفرق ما بين بنت الشارع ومش بنت شارع، ما هي الناس سواسيه. ان كانت حتى لو حالتها يعني في حالات قسما بالله اكثر كانوا خدوا كل اللي في الشارع. احنا بنتكلم في كده. المناظر صعبه، يعني هي لما تبقى كده في الشارع ومش لاقي حد يسترها، تيجي الحاجه تسترها تتعذب التعذيب دوت. يعني الحاجه دي تتعذب عشان سترتها ولا نقف معاها؟ لا احنا ان شاء الله لازم نقف معاها، ما نسيبهاش كده. انا بتصعب عليا ان انا سبتها شويه واروح، هي في دماغي، يعني في دماغي في كل شيء. اول حاله تشوفيها يا حاجه، اول حاله اشوفها اول بصراحه حاله تيجي بالمنظر ده وتشوفوها وجها لوجه وتتعاملوا معاها. بس الناس كلها متعاطفه معاكم. هي متعاطفه، بس هي الحاجه اللي شايله المسؤوليه. هي الناس لما تتعاطف بالكلمه هتعمل لها ايه؟ يعني تعاطف ماديا مفيش. لا مفيش تعاطف ماديا. انتوا اللي شايلين المسؤوليه كلها. مفيش ولا ماديا ولا اي شيء، ولا حد دخل لها اي حاجه. يعني هي يعني الدنيا ماشياها كده. عايزه التعاطف بالكلمه اللي انا شايفاه. بصوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا يعني هي محتاجه حضن، يعني محتاجه حنيه، كانت فاقده الحنيه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، كل شويه تقوم تحضنها وتبوس ايد اي حد يعمل لها حاجه وامبارح تقول لي اوعي الدنيا تيجي عليكي. جايه امشي تقول لي اوعي الدنيا تيجي عليكي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وتقول لي ان ربنا عادل. لا هي اتظلمت. هي مظلومه من حاجه. هي مظلومه، ظلمت جامد. بس لازم حد يتحرك عشان خاطر حتى الحاجه الكبيره دي. بس لا ما وهي صعبانه علينا جدا، هي صعبانه علينا، مش قادرين نسيبها ولا. طب تقولي كلمه يا حاجه للمسؤولين؟ ممكن تقولي كلمه للمسؤولين؟ والله انا نفسي دار تاخدها. تمام. ممكن حضرتك تقولي كلمه طيب للناس المسؤوله دي ان هم يجوا ياخدوا حالات برضه كده؟ عايزين حد ياخدها، يعني عايزين حد يتولى امرها وتفضل برضه بالاهتمام اللي احنا عاملينه معاها. ما تخافيش يا هبه، وهم برضه هيروحوا يسالوا عليكي. هجيبك يا هبه. يعني هم مش هيسيبوكي ابدا والله. ده احنا اتعلقنا بيها جامد. هي غلبانه جدا ورقيقه وطيبه، معاك على طول. ولما حد بيكلمها تقول لو سمحتي. والله يا سامعيني معاك على طول يا هبه. اروح والله. بصوا الحاجه بتقول لها والله يا هبه لو عايزاني اروح معاكي هروح معاكي. يعني بصوا حب الناس بصراحه، بالرغم ان هي مرتبها على قدها واتولد في حاله زي دي، اتولدتها ودخلتها بيتها، بالرغم ان الحاله الماديه عندها ضعيفه جدا وخدتها. لو حد يعني مبسوط عنها قسما بالله ما كان هياخدها. كانت في الشارع ومن ضمن التعليقات لقيت قالوا برضه سطروها. طب وسابوها ليه؟ ما هو ما حدش. بصي في ناس ولاد حلال وفي ناس لا، يعني لما بيشوفوا حاجه زي كده ممكن يخافوا منها، ما يخافوا يقربوا منها. احنا لا، ما نخافش، احنا نقرب. ويعني انا عن نفسي ما بهبش منهم، بقرب واذكر وكل حاجه. يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم كلكم يا رب. بس هي بقى والدتي هي اللي تعاطفت معاها ومسكت فيها قوي. فانتوا حبيتوها على حب والدتك ليه؟ هي تتحب على فكره. هي يعني مؤدبه قوي، اسلوبها راقي قوي.
ومش عايزه حد يزعل منها وتطبطب إيدك عليكي، عليها. ولو جيتي تمشي مش عايزاكي تمشي بتقول لك اقعدي. يعني هي تجبر اي حد انه يحبها، بصوا هي ماسكه ايديها مش مؤذيه ابدا. بس مش عايزه تسيب دايما ايديها. تذكر ربنا، دايما تذكر ربنا على يعني طول. هي كانت بتصلي وهي قاعده معانا تصلي، تسمع الاذان بتصلي وهي قاعده. ساجدة على الأرض كده وهي قاعدة. زي ما هي قاعدة. وتقول عايزه العدل، عايزه العدل. العدل هيجي يا هبه قسما بالله، ربنا ما بيسيبش حق حد، قطعتي وحقك هيجيلك. قطعتي ايه؟ بقول لك شكرا. انا مش عارفه يعني مش عارفه اعمل لك اي حاجه بجد، مش عارفه. انا نفسي قولي لي، انا نفسك في ايه وانا اعمله لك. هبه نفسك في ايه؟ بصي حضرتك، ده في تاني هنا اهو. بصوا اثار التعذيب. كانت بصوا مربوطه، كانت مربوطه. دي كانت بصوا ايديها. مربوطه في حاجه، بس برضه الله اعلم برضه. لا ما هي دي مش موضوع سكر، لا مش سكر دوت، ده اثار تعذيب. بصوا ايوه حبل اهو كان مربوطه على ايديها. حسبي الله ونعم الوكيل. جواها خوف جامد، مش عايزه ومش تتكلم. هو اكيد اللي عمل فيها كده مهددها بحاجه، لاي حد. مهددها بحاجه. أي حد بتتعامل جسمها كله متشوه كده. جسمها كله متشوه بالمنظر ده. جواها خوف ورعب جامد. احنا بنناشد الساده المسؤولين يا جماعه يتولوا حاله هبه. بالله عليكم لو في الرحمه يا جماعه، الرحمه من عند ربنا. اتولوا حاله هبه صعبه جدا زي ما انتوا انا وريتكم كده، والناس مش قادرين على المسؤوليه صعبه جدا. وطبعا زي ما انتوا عارفين مسؤوليه اي حاله في الحالات دي بتبقى صعبه. فبالله عليكم فضلا وليس امرا تعملوا لنا لايك وتشيروا لنا الفيديو ده للناس كلها، وتعملوا كل اللي يشوف اي فيديو من الفيديوهات دي شيرها. بالله عليكم فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.